مباراة لحد اخر دقيقة مش تعرفش مين اللي هيكسب، ريال مدريد اللي هيكسب ولا جيرونا اللي هيكسب. مباراة كانت ممتعة. النهارده ريال مدريد بيفقد الصدارة لحساب برشلونة لما لعب جيرونا وتعادل 1-1. جيرونا اللي مهدد بالهبوط اللي عنده 12 بونت تعادل مع ريال مدريد. المباراة تثبت لك حاجتين، تثبت لك ان ريال مدريد معاه حارس عملاق، معاه حارس متميز. كورتوا بالفعل احسن حارس مرمى في العالم، شوف تصدياته للانفرادات بمنتهى الثبات. الحاجة التانية عز الدين أناحي لاعب مميز، لاعب المغرب. كل يوم المغرب بتقدم لنا نماذج حلوة في الدورات الكبرى أو في الشباب أو في الناشئين. المغرب في تطور مستمر. عايز أقول شوف حلاوة الدوري الأسباني ومتعة الدوري الأسباني. المتصدر برشلونة 34 بونت، يليه ريال مدريد المركز الثاني 33، فياريال 32، وأتلتيكو مدريد 31 بونت. والثلاث القادم الساعة 10 مساء أتلتيكو مدريد هيلاعب برشلونة إن شاء الله في الجولة ال 15. هل أتلتيكو مدريد هيقدر يوقف زحف انتصارات برشلونة، ولا برشلونة هيكون ليها رأي تاني ومش هتفقد الصدارة؟ عايز أسمع رأيك في الكومنتات. كان معكم محترم المحترم، شكرا لكم، سلام عليكم.